واخيرا المغرب تأهل نصف النهائي الكينغز ليج. فانا اليوم كنعيش احسن لحظات ما يمكنش واحد شهر. ودابا هما ما بين اقوى 8 المنتخبات في العالم، كلشي كان فقد فيهم الامان فاش خسروا ضد كولومبيا، ودابا كلشي ولا كيتفرج فيهم. وإلا سمعتي معايا شحال ديال الفلوس غادي يربحوا في الفينال غادي يهرب لي. وانا عارف فاش تفرجتي جاك نلعبوا القوانين في شي شكل، علاش كيتحسب بيت واحد بجوج بيوت، وعلاش حدراف لبس واحد الباندا خضرا. هادشي كامل غادي نشرحو لكم وبلا ما تمشيو تقلبوا وتبحثوا. ما عليك غير دعمني بشي اشتراك وبشي تعليق زوين، وكيف ديما مشينا. جيرارد بيكي اللاعب السابق ديال البارسا رشقات ليه في 2022 وقرر باش يقاد لعبه جديده، اللعبه اللي هي كره القدم نفسها ولكن بلا ملل وبتشويق. قوانين جداد الا كنت عارفهم غادي يخليوك تتفرج وتركز مزيان، واهم حاجه انك غادي تكون مستمتع بهاد الجيم. هاد اللعبه اللي سماها كينغز ليج من غير الفرق والدوريات اللي اصلا كاينين في هاد اللعبه، قرر انه يزيد المنتخبات ديال العالم. يعني نقدروا نقولوا بحال الشكل ديال كاس العالم ولكن ديال كينغز ليج ديال هاد اللعبه، ولكن ماشي بحال الفوتبول وانما القوانين ديال كينغز ليج واللي بزاف الناس ما عارفينهمش، وفاش كيتفرجوا كيكونوا مخربقين وما كيكونوش مستمتعين، ولكن فاش غادي تعرفوهم غادي تستمتعوا ديال بصح. من قبل ما نشرح لكم القوانين نشوفوا كيفاش المغرب تختار من بين العشرات ديال الدول باش انه يلعب من بين 16 منتخب فقط. كيف ما كتعرفوا ستريم الياس المالكي اللي دار البوز واحد الوقيته، وخصوصا في منصات البث المباشر بحال يوتيوب بحال كيك. ومن واحد الناحيه اخرى المغرب في هاد الاواخر تطور كرويا ديال بصح، والعالم كامل ولا عارف المغرب غير من كره. من المونديال ديال 2022 والمغرب حاضر في الصحف الكرويه بالجهد، وجيرارد بيكي اصلا هو باغي يشهر هذا المشروع ديالو جديد، وباش يجذب المتابعين بزاف ديال هاد اللعبه اختار الياس المالكي اللي عنده مشاهدين كثار في البث المباشر ديالو يكون هو الرئيس ديال الفريق المغربي في هذه اللعبه. هادشي قياسا او نظرا على المشاهدات اللي كيجيب وباللي هو الاول افريقيا. الياس جمع فرقه اللي فيها الدراري اللي ديجا لعبوا مع المنتخب المغربي. هاد اللعابه فاش قال لهم الياس وافقوا ومشاو يمثلوا المنتخب في الكينغز ليج، وما نساوش لولا الظروف حتى هو. وهذه غادي تكون اول تجربه ديالهم في هذا العالم ديال هاد كره القدم المختلف. وفي الماتش الاول الرسمي ديال هاد الدراري مع المنتخب المغربي اللي غادي يشارك اول مره في هاد الشيء خسروا ضد كولومبيا، وكان بقى ماتش واحد فقط ضد اوكرانيا وإلا خسر فيه المغرب غادي يتقصى. ولكن المفاجاه هي ان هاد الدراري تبارك الله عليهم ربحوا بنتيجه عريضه اللي هي 9-2. الفرصه الاخيره منتخب اليابان كان هو الفريق اللي طلع من المجموعه ديالو، يعني غادي يلعب ضد المغرب. الدراري المغاربه انسجموا مع بعضياتهم وفهموا القوانين ديال الكينغز ليج وربحوا اليابان ب4-2 وضمنوا بلاصتهم في ربع النهائي، واللي تلاقى فيه المنتخب المغربي يعني الماتش الجاي مع امريكا اليونايتد ستيتس. وباش تعرفوا المنتخبات اللي دازوا ديريكت هما البرازيل، الارجنتين، كولومبيا وامريكا حتى هي، وطلعوا ديريكت حيت هما ربحوا جوج ماتشات الاولين. داكشي علاش يعني المغرب دابا كاين ما بين 8 ديال المنتخبات الواعرين في داك الكينغز ليج، وإلا جاب الله وربحنا امريكان فرا غادي نوليو في نصف النهائي. وبهكا غادي نسترجعوا الذكريات ديال المونديال ديال قطر، وهذاك الشيء اللي وقع غادي يربحوا امريكان بركلات الترجيح اللي غادي يأهلهم لدور النصف النهائي باش يلعبوا مع كولومبيا اللي خسروا معاها الماتش الاول. وباش نفهموا اكثر الكينغز ليج ما كتعتمدش على القوه والسرعه والتخطيطات وداكشي، ولكن هاد اللعبه اهم حاجه كتعتمد عليها هي القوالب. من غير التكنيك والتكتيك والفيزي فراه الدماغ والقوالب مهمين في هاد اللعبه. دابا غادي نوريك القوانين والقواعد اللي غادي يخليوك فاش تكون كتفرج بواحد المتعه، قوانين اللي يقدروا يبدلوا الموازين ديال الماتش كامل، قوانين اللي يخليوك فاش تكون كتفرج باللي راه واحد الفريق رابح ب6 والاخر ب0 باللي هذاك ديال 0 يمكن ليه يربح هذاك ديال 6. وهذه بالضبط هذه هي المتعه ديال هذه اللعبه، يعني ما يمكنش تضمن شكون اللي هو الرابح حتى يصفر الحكم في الاخر، يعني في اي لحظه يقدر فريق الخصم يتقلب عليه. نبداو باول حاجه واللي هي بطاقه الجوكر. هاد البطاقات اللي كيختاروهم الفريق وسط ديال الماتش واللي كيعطيو واحد الطابع ديال المفاجاه والحماس، حيت كل فريق عنده الحق باش يستعمل بطاقه الجوكر مره واحده في الماتش، والمدرب كياخذها قبل الماتش ويخليها عنده باش يستعملها وقت ما بغى. الا 2 دقائق الاخرين من كل شهر المدرب ما يمكنش يستعمل ديك البطاقه اللي خدا. من بين هاد البطاقات كاين الهدف المضاعف، عندك 4 ديال الدقائق الا ماركيتي بيت كيتحسب بجوج. كاينه بطاقه ايقاف اللاعب، الا جاتك هاد البطاقه فراه عندك الحق تجري على لاعب من فريق الخصم لمده 4 دقائق. بطاقه ركله الجزاء وهي اللي تعطاتنا في ماتش ديال الجابون، كتعطاك تضرب بيلانتي ديريكت بدون سبب. كاينه بطاقه نجم الفريق، مدرب كيختار لعاب وكيكون هو النجم الفريق
واي بيت ماركاه كيتحسب بجوج. هادشي اللي شفناه بالضبط في الماتش ديال ضد الجابون. زكريا حدراف اللي لابس ديك الباندا خضرا هنا، يعني هو كون ماركا شي بيت يتحسب بجوج. بطاقه الجوكر اللي تعطات للفريق ممكن المدرب يختار اي بطاقه من هادو اللي قلنا كامل، زائد واحد الحاجه اللي يمكن ليه انه يلغي البطاقه ديال الفريق الخصم، يعني انهم ممكن يلعبوا بلا بطاقات. في الماتش ديال كينغز ليغ الفرق كيدخلوا 7 ضد 7، ولكن في الدقيقه الاولى كيدخلوا غير 2 ضد 2. المورا دقيقه كيتزاد لعاب في كل فرقه، والمورا دقيقه عاوتاني كيتزاد لعاب واحد اخر، حتى كيكملوا 7 ضد 7 وكيكملوا الماتش عادي حتى الدقيقه 18 في الشوط الاول والدقيقه 38 في الشوط الثاني. غير هو في ضربه البدايه كتكون الكره اللي في الوسط، اللعابه ديال الفريقين بجوج كيكونوا مورا الخط ديال المرمى، حتى كتعطى الصافره وكتطلق الكره، خصو ضروري يرجعها للور المنطقه ديالو باش هو اللي يلعبها عاوتاني. ولكن الا سبق بها وزاد بها لقدام فرا الكره كتعتبر خطا والكره كتولي عند فريق الخصم، واخا دوك الاخرين هما اللي سبقوا. وفاش كتبقى 2 دقائق من كل شوط اللي فيه 20 دقيقه، يعني الدقيقه 18 والدقيقه 38 كيتلاه واحد النرد، واي عدد كان فيه هو العدد ديال اللعابه باش غادي يلعبوا الفريقين بجوج باش غادي يكملوا ديك 2 دقائق. فمثلا النرد ديال الماتش ديال اليابان كانوا فيه 2، يعني يكملوا الماتش بجوج لعابه ضد 2 لعابه. في الماتش الثاني كيلعبوا عادي 7 ضد 7، كتبقى عاوتاني 2 ديال الدقائق، واي بيت كيتمارك من بعد ديك 2 دقائق كيتحسب بجوج. هاي كيف سمعت ممكن ان النتيجه تبدل كليا غير في ديك 2 دقائق. اذا خديتي بطاقه صفراء غادي تخرج 2 دقائق من الماتش، والا خديتي بطاقه حمراء غادي تخرج من الماتش كليا، ومن مورا 5 ديال الدقائق من بعد ما خديتي بطاقه حمراء حتى ما غادي تدخل، ولكن غادي يدخل بلاصتك شي واحد. كانوا هما هادو القوانين ديال الكينغز ليغ اللي بسطتهم لكم لاقصى ما يمكن. البطوله اللي مشارك فيها المغرب وكيمثل العرب وافريقيا والامازيغ، والدراري اللي مشاركين مساكن كيديروا اكثر ما في جهدهم. ودابا غادي نشوفوا شحال غادي يربحوا ديال الفلوس الا جاب الله وطلعوا للفينال وداو البطوله. بعض المصادر كيقولوا الجائزه غادي تكون اللي هي مليون ديال الدولار، اللي كتعني مليار سنتيم مغربي. في نظرك هذا المبلغ الكبير واش الا جاب الله وربحوا غادي ياخذوا الياس، اولا غادي يقسم مع الدراري اللي معاه، اولا غادي يتبرع بهذا المبلغ كامل، اولا من جهه اخرى اصلا داك المليار الا دخلت المغرب غادي يضربوها بالضرائب، وداكشي اللي غيشيط لهم ورا الضرائب الله يسوى لهم غير الترونسبور. جاوبني ضروري في التعاليق وقول لي واش في نظرك غادي يضربوا كولومبيا ولا لا، مع العلم ان كولومبيا في هذه اللعبه منتخب قوي، وزايدون هي اللي ربحت المغرب في الماتش الاول. وإلا استمتعتوا وعجبك المحتوى ديالي ما تنساش تخلي معك واحد سبسكرايب. نشوفوا فيديو جديد. تشاو.